بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. حكايتنا النهارده مع القديس العظيم القديس يوحنا المعمدان، وكمان اسمه يوحنا ابن زكريا، وبيطلق عليه السابق والصابغ ونبي العهدين، وهو اللي هيأ طريق المسيح عن طريق بشارة الملكوت، وانه هيجي اللي مش هيقدر هو يفك سيول حذائه. والقديس زكريا وزوجته اليصابات كانوا من نسل هارون، وكانوا من عشيرة كهنوتية. ويستدل على ولادة وميلاد القديس يوحنا المعمدان إن كانت قبل المسيح ب6 أشهر. وعينت عيد ميلاد القديس يوحنا المعمدان الكنيسة 24 حزيران أو يونيو، وإن عيد ميلاد المسيح 25 كانون الأول أو 25 ديسمبر و29 كيهك. ومن أقوال يوحنا المعمدان: ينبغي أن هذا يزيد وإني أنا أنقص. وكان أبويه يسكنين في مدينة اليهودية، وهي مدينة الكهنة، وكانوا محرومين من بركة النسل لمدة طويلة، وكانت صلاتهم حارة جدا قدام ربنا علشان ينعم عليهم بالولد اللي نفسهم فيه. وفي يوم وزكريا الكاهن بيبخر في الهيكل، وظهر له الملاك جبرائيل وألقى عليه السلام، وأعلمه إن الله استجب لصلاته هو وأليصابات، وبدت الاستجابة إنها مستحيلة في عينهم، وكمان في أعين كل البشر اللي حواليهم، وده استنادا لسنهم الكبير. وقال له الملاك جبرائيل إنه هيسمي ابنه يوحنا، وإنه هيكون سبب فرحة وابتهاج لكل الناس، وإنه هيكون إنسان عظيم مش بس في عيون الناس لكن كمان أمام الله، وإن مصدر عظمته الشخصية هي امتلاؤه من الروح القدس، ومصدر عظمته على الأرض هو إنه هيبقى مهيأ لقدوم السيد المسيح، وإنه هيعدي طريق الرب، وإنه هو اللي هيبشر بالمسيح القادم، وهيهيأ للرب شعب مستقيم ومستعد. أما زكريا فلم يصدق هذه البشارة السارة، وده لاعتقاده انهم عدوا السن المطلوب، لكن كان لازم يكون مؤمن ان ده حصل في العصر اللي فات مع ابراهيم وسارة، وكانوا اياميها شيوخ كبار. وعشان كده اعلموا الملاك ان هيفضل صامت لحين ولادة الطفل ويتسمى يوحنا، وحين اذ هتعرف ان ولادة الطفل ده كانت بمعجزة من ربنا نفسه. وولد بالفعل يوحنا المعمدان. ولما اتولد يوحنا المعمدان وكانت أمه اليصابات أخفت نفسها 6 أشهر عشان ما يبانش قدام الناس إنها مش في عقلها.